يجيب. احنا بنعمل لعبة صغيرة كده بتخلي الموضوع يتعمل في أي مستشفى. بنقول للمتبرع ياخد بعضه ويطلع على الشهر العقاري، يكتب إقرار على نفسه إنه بيتبرع بكليته لفلان الفلاني بدون مقابل. مجرد ما خد الورقة كده بقت رسمي وقانوني وبإرادة المتبرع، ولا تقع تحت شبه البيع ولا إتجار ببشر. لكن هما بينهم وبين بعضيهم متفقين من تحت الترابيزة. ايه؟ بتفكر صح؟ والله بتفكر. طب رب الكعبة نغنغك، واقسم برب العزة نغنغك. انت بسم الله ما شاء الله طول بعرض بصحة، يعني حتة حتتين تروق عليك الحقيقة. سيب لي نفسك يا عم بس يا عم، انت بتقول ايه يا عم؟ انت شطان، بطل وسوسه. خلاص يا عم. ايه ده؟ عايز حاجه يا محمد؟ هعدي عليك بكره قبل العمليه ان شاء الله. هي الساعه 12 صح؟ خليك يا شاوي، انا عايزك. ماشي. طيب اتكل انا بقى على الله. اتكل انا على الله. اتفضل. ماشي. استاذ شاوي صحيح، ما تنساش تبقى تجيب شنطه معاك عشان تاخد فيها الفلوس. في الوقت اللي الاستاذ هيبقى فيه في العمليه انا وانت هنبقى في البنك بنستلم الفلوس واديك وصولات الامانه. يلا سلام عليكم. كنت هنسى، انت كمان يا استاذ محمد، انا عايزك تنام كويس ومن الفجر ان شاء الله لا اكل ولا شرب، كانك صايم بالظبط. وانا خارج اوصي عليك الممرضات عشان لو احتجت حاجه بالليل. خليهم بس يجيبوا لي شحن عشان موبايلي فصل. حاضر حاضر هقول له. يلا السلام عليكم. سلام يا بطل. فكر ها. ايه يا محمد الناس دي؟ انت كنت عايزني في ايه؟ انا عايزك تدعي لي يا شاوي. هدعي لك طبعا يا حبيبي، ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه لعيالك ولمراتك. وانا كمان يا عم، انت صاحبي الوحيد يا محمد، متقلقش. انا مش قلقان من العمليه، ولا حتى خايف اني اموت. انا بس لو مت مصير ولادي يعرفوا ان انا عملت كده عشان خاطر الفلوس، هيكرهوني، هيقولوا اني ظلمتهم، حرمتهم من ابوهم. ساعتها مش هيفهموني يا شوقي. روح انت يا شوقي، يلا عشان تجيلي بدري. في البداية بقى يا أستاذ محمد، ممكن تعرف المشاهدين بيك؟ بتشتغل إيه؟ بتعمل إيه؟ عرفنا بيك. والله يا استاذ هدى مفيش، يعني انا اتفضل سيادة الوزير. أنا جهزت لحضرتك كل الورق بخصوص ملف اجتماع بكرة. مؤخرا بقيت انزل اشتغل اوبر على عربيه واحد صاحبي. حضرتك مش هتروح البيت ولا إيه؟ الساعة بقت 9. اتفضل اتفضل. بس فجاه لقيتني مخلف 7 عيال وحياتي اتقلبت إيه مره ده يا واحدة. فندم؟ إيه كل العيال دي؟ احساسي كان دول عيالهم مخلفين 7 توائم. اسعد يوم في حياتي. هو ازاي ما حدش بلغنا بالموضوع ده عشان الوزاره تساعدهم؟ وانا صغير تقريبا مش عارف ان سيادتك، انا اخلف 7 توائم. بس هم بيقولوا إنهم مبسوطين وزي الفل، فتمام يعني. قدرت احقق الحلم ده. بقى بذمتك ده منظر واحد مبسوط وزي الفل؟ مش عايز اقول لك بقى على بقول لك حاجة. بخلف 7 توائم، ده انا عندي 2 بس مغلبيني. كلها مشاكل لذيذه. لا اكيد مسحورين وبان عليهم الغلب جدا. بقول لك ايه، انا عايز اقابلهم بكره قبل السفر. تمام سيادتك، أنا هجيب أرقامهم وأبلغهم، بس حضرتك هتلحق تقابلهم قبل السفر؟ انا ما بقولوش حاجه بكره بعد 1:30 صح؟ أيوة يا فندم، بس ميعاد الطيارة 4:30. خلاص خليهم يجوا 1:30 ما يتاخروش عشان ما نتاخرش احنا عن الطياره.
اوامر سيادتك يا فندم. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. يمكن اتفضل، ده لبس العمليات. هي دلوقتي خلاص؟ دلوقتي ممكن تغير هدومك وتستعد كده عشان شويه وهننزل. اتفضل. ايوه حسين، بقول لك يا سلم الراجل اللي معاك الفلوس. اتفضل استريح هنا 5 دقايق لحد ما العمليات تجهز. صباح الخير. أستاذ محمد، ممكن حضرتك تمضي لنا على الإقرار ده؟ اتفضل. ما أنا مضيت على الإقرار. لا يا فندم، ده إقرار تاني، ده إقرار الهاي ريسك، عالي الخطورة. الو. ايوه يا محمد، عايز ايه؟ مش قلت لك ما تكلمنيش تاني؟ شروق انا محتاج لك. طب ما فكرتش احنا محتاجين ليه؟ بناكل وبنشرب منين انا وعيالك الفتره اللي فاتت؟ شروق انا كلمتك كتير وانت اللي مش بترد عليا. لا انا مش قادره اسمع الكلام ده. محمد، عندك حاجه فعليه تقدمها لعيالك قول لي، قبل كده ما تكلمنيش. اتفضل يا فندم. عملت ايه على صحيح في الناس قلت لك كلموني امبارح؟ بتوع ال7 عيال. كلمتهم يا فندم، بس تليفون الاب مقفول دايما وتليفون الام بيرن بس مفيش حد بيرد. دي غريبه قوي دي. طب معلش كلمهم لي تاني. سيادتك مش مصدقني ولا ايه؟ يعني انا كنت اتاثرت كده ليه؟ عايز اطمن عليهم عادي، يعني عايز اعرف عندهم مشاكل ولا ايه؟ انا اسف يا فندم. الهاتف المطلوب يا فندم مغلق تليفونها أو غير مقفول. متاح. يمكنك إرسال. طيب كلم جوزها، جرب تاني. مساء الخير، أوضة العمليات جاهزة، تقدر تتفضل. سيبك من الموبايل دلوقتي، العملية أهم. معلش ممكن تكون مراتي. طب شوفي مكتوب شروق. ده رقم غريب. خلاص.